وندخل بقى على الأكلات المصرية الأصيلة اللي ما ينفعش أصلا يكون عندنا عزومة لو لازم نعمل الأكل ده، لأنه بجد بالنسبة لنا ألذ وأحسن أكل في الدنيا يعني. حلة محشي سخنة موحوحة كده مع شوية رقاق بالسمنة البلدي، بصوا طعمه يخرج من نافوخ مع وزاية. وتعالوا كده بينا نبدأ بالوزة المقلوظة القمر دي. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أكيد المقدمة بتاعت الحلقة جوعتكم النهاردة. تابعوا معايا الحلقة للآخر، ودعوة حلوة كده ليا بصلاح الحال، وربنا ييسر لينا ولكم أموركم يا رب. تعالوا بقى بينا كده على طول نشوف الوزة القمر ده هنعملها ازاي. اتغسلت واتنضفت كويس جدا واتنقعت كمان. بعد كده معايا بصلايه وحطيت عليها شويه ملح بفلفل اسود برشه بسيطه خالص من الكمون وبهارات فراخ. وهتبل بقى الوزة بشوية البصل دول من بره ومن جوه، ونركنها على جنب شوية على ما نجهز حشوة الوزة واللحمة بتاعة الرقاق. هنشتغل كده بصوا بإيدينا واسناننا عشان ننجز العزومة بتاعتنا ونخلصها على طول بإذن الله. هنا في طاسة حطيت معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، وفي الطاسة التانية حطيت معلقة من السمنة حطيت فيها اللحمة نص كيلو. وفي الطاسة الصغيرة حطيت فيها كوباية من الرز مع بصلاية متقطعة صغير مع ملح بفلفل اسود وكزبرة وبهارات فراخ، رشة فلفل اسود كمان، ورشة كزبرة مطحونة، عود من القرفة، ورقتين من ورق اللورة. وهنقلب. بصوا بقى ايد في اللحمة وايد في الرز، ان شاء الله هتمشي بالترتيب وبنظام كده هتخلصي عزومتك في وقت قياسي وشوف ايه الاولى ان انت تبدأي بالاول. تمام. هنقلب بقى اللحمه من وقت للتاني وايدينا برضو في الرز لحد بس ما نشمعه كده بالزيت والسمنه اللي ضفناهم ليه. هيكون طعمه خطير قوي جوه الوزه. طبعا يا جماعه احنا مش هنضيف للرز اي سوائل خالص، علشان خاطر الوزه هتسويه كويس قوي. واول ما البصله هنا غيرت لون هضيف بقى عليها 3 بصلات مقطعهم صغير بالشكل ده كده. ويا سلام بقى على ريحه اللحمه كده بالبصل، حاجه كده تفتح النفس صحيح. نتبلها بملح وفلفل اسود ورشه من القرفه ورشه فلفل اسود زياده كمان. وقلبي بقى. خدي فكره بسيطه من حلقتنا النهارده ان شاء الله تخرجي كده بصينيه رقاق حلوه كده. وحطيت كمان رشه قرفه على لحمه الرقاق. وهقلب في الوقت ده. طبعا كان الرز ما شاء الله اتشمع كده، طفيت عليه وسبته بقى يهدى شويه قبل ما نحشيه. وتعالوا على طول على اللحمه حطيت قرن فلفل حراق يظبط الطعم كده. وكمان معايا واحد من الفلفل الاحمر الحلو حبايه صغننه كده. هقطعها بقى واحطها على اللحمه، وما ننساش كده من وقت للتاني نقلب علشان كلها تستوي نفس السوا. حط لايك وقولي بتتابعيني من انهي بلد، وقولي احلى اكله بالنسبه لك ايه من الثلاث اكلات اللي هنعملها النهارده، الرقاق ولا المحشي ولا الوزه. خلاص انا بقى قطعنا الفلفل الحلو بالشكل ده. وهقلب وهدي النار على اللحمه لحد ما تستوي. ناخد بقى الرز الخطير وعلى طول نجري على قلب الوزه ندخله فيها بالمعلقه كده. هبدا ان انا احشيها بقى كويس جدا. وفي الوقت ده انا حطيت حله على النار وفي نصها ميه، على ما نكون حشينا الوزه وقفلناها تكون الميه غلت معانا. ريحه الرز يا جماعه بجد تحفه. خلاص هنا انا ما مليتش الوزه على الاخر لان لسه الرز هيستوي. الطريقه المثاليه انك تقفلي على الوزه كويس علشان خاطر ما تفضيش الرز بتاعها في المرقه، انك تخيطيها ولما تستوي شيلي بقى الخيط ده براحتك. خلاص كده بقى الوزه جاهزه ان احنا على طول نحطها في الميه. تمام قوي كده. بالنسبه بقى للمرقه بتاعه الوزه يا جماعه احنا بنحبشها كده شويه تحابيش بسيطه علشان خاطر طعمها يكون لذيذ. هدي بس الوزه كده طعنتين في جنابها علشان خاطر تدخل مرقه جوه الرز فيستوي. حطينا بقى الوزه في الميه وحطيت بصلتين صغيرين مع عود من القرفه وورق لورا وكام واحده كده حبهان واربع فصوص من الكباب الصيني وثلاث فصوص من القرنفل. تمام. هنغطي على الوزه مش هنحط الملح دلوقتي لانها هتاخد معانا وقت كتير في السوا. انا حطيت رشه سكر بس علشان خاطر تسرع السوا معانا شويه. واول ما غلت معانا بالشكل ده هدي عليها النار شويه وبقالها دلوقتي بالظبط ساعه. حطيت بقى الملح ونسيبها على ما تكون كملت سوا واتملحت كويس. نكون عملنا المحشي وكمان عملنا الرقاق. بالنسبه للمحشي انا عملت معاكم الخلطه بتاعه المحشي كتير، وبصراحه اصلا انا كنت فاكره ان انا بصور طلعت ما بصورش. فالمهم انا معايا 2 كيلو من الرز حطيت عليهم خضره مشكله على حسب ما انا عايزه بقى، شبت وكزبره وبقدونس وصلصه متسبكه مع بصل. تمام. والتوابل بقى بتاعه المحشي فلفل اسود
كمون، كزبرة، شطة، هم دول بس مش اكتر من كده. وهبدأ بقى ان انا في الحلة اللي عملت فيها صلصة المحشي احشي فيها اول رصة على الحلة على طول. حابة تقطعي بصل، تقطعي طماطم وتحطيهم او فلفل وتحطيهم في ارضية الصينية اللي يريحك، بيدوها طعم كويس برضو على فكرة. خلاص بقى هاخد بقى انا حلة المحشي دي كده بالخلطة دي، وهقعد ارضي احشي الحلة كلها. وعلى ما اكون حشيتها ما شاء الله هتكون الوزة كمان بدأت تدخل في السوا. ممكن بقى بدل الوزة تعملي بطة، تعملي فراخ، المتوفر عندك والموجود عندك اعمليه. هنا بقى المحشي كنت خلصت الحلة بالشكل ده، هي ما شاء الله الكرنباية اللي عندي عملت الحلة دي. هبدأ بقى ان انا اسقيها واخد معلقتين 3 كده من الصلصة بتاعة المحشي على الوش. دي بقى بتفرق جدا في لون المحشي، بتخليه ايه محمر شوية كده وبتديله التسكيرة جميلة قوي بصراحة. هاخد بس كده المرقة بقى هتكون يا دوب الرصة اللي على الوش بس هي اللي لامسة المية من تحت. رشة ملح بفلفل اسود على الوش لان ما كنتش متبلة الصلصة. وشايفين بقى لون المرقة بتاعت الوز عامل ازاي، تحفة، وما شاء الله كمان قربت تستوي. هاخد بقى شوية من مرقة الوزة في حلة صغيرة، واحافظ ان هي دايما تكون سخنة، يعني ما تبرد معايا احطها على النار تاني. ومعايا هنا سمنة بلدي بقى وصينية بالشكل ده، حطيت فيها شوية كده من السمنة البلدي، ما تكتريش يعني معلقة افرديها فيها كده. وهجيب صينية كبيرة مدورة تاخد الرقاية اللي معايا والمرقة بتاعت الوزة الدسمة الجميلة قوي دي. وادي الرقاق المصري اللي مفيش اجمل منه، الله ياكل الرقاق يا جماعة. هبدأ بقى ان انا اسقي كده الرقاية بالمرقة السخنة، اطريها شوية واخدها على الصينية المربعة على طول. لو عندك صينية مدورة بحجم ورقة الرقاق فهتسهل عليكي كتير جدا. بالنسبة لي انا عندي الصواني المربعة فعادي هتقول لأ، عمرها ما هتقول لأ، وهنشتغل فيها والرقاق هيطلع مورق من جوه وحاجة كده تفتح النفس. هاخد بقى تاني رقاية بالشكل ده وهوزعها انا بقى، يعني هظبط طبقات الرقاق بحيث ان هو يكونوا 4 ورقات تحت و4 ورقات فوق، مش 4 رقات. انتوا شايفين الصينية يا دوب كده انا متنياها، فحافظ بقى على ان انا احط 4 رقات تحت و4 رقات فوق. تمام. هنا بقى هحط حاجة بسيطة خالص من السمنة البلدي، انا مش حباه يكون تقيل بصراحة. المرقة دسمة معانا شوية والسمنة يا دوب هنا انا اخدت نص معلقة. ده بين الاربع طبقات على فكرة. دفيت برضو اللحمة شوية لانها كانت مسكت في بعضها، وهحطها بقى على الرقاق على طول وافرد بقى. الصينية دي اخدت معايا النص كيلو لحمة كله. بصوا بقى ريحة اللحمة بقى مع ريحة المحشي اللي شغال، بصوا وريحة الوز، المطبخ بتاعنا النهاردة روايحه بلدي بلدي يعني. خلاص وزعت اللحمة بالشكل ده بقى، وهنحط الاربع طبقات التانيين من الرقاق. كمان دلوقتي انا هديت النار شوية على المحشي علشان خاطر ما يتحرقش. المرقة غلت على المحشي كده، رحت مهديه وقلت اسيبه براحته بقى. على ما يكون خلصنا الرقاق وحطيناه في الفرن يكون المحشي استوى بقى ايه على الاخر. اي ورقة مقطوعة مننا بالشكل ده بنظبطها ونسوي المكان بتاعنا ونخليه زي الفل. خلاص هنا بقى تمام كده، حطينا الاربع طبقات فوق على الوش كده شوية سمنة صغيرين. وعلى طول هنبدأ نقطع الرقاق، واهم خطوة في الرقاق انك تقطعيه قبل ما تدخليه الفرن، علشان خاطر تقطيعه لما بيستوي بيكون صعب قوي بصراحة. فقطعه وهو طري احسن. انا هقطعه بقى مربعات بالشكل ده كده، وهدخله الفرن على اعلى درجة حرارة قرب الشبكة شوية. ما شاء الله اقل من نص ساعة هيخرج معانا بالشكل الجميل ده. هاخد بس كده شوية سمنة بساط على الوش بالفرشة، ما تقلقيش مش هتشيل معاكي سمنة كتير ولا حاجة. وهغطيه بقى علشان خاطر يفضل طري من جوه ومقرمش من بره. انا بحبه قوي كده. فلو انت بتحبي بقى طري على الاخر ممكن تبقى ايه تروحي مديله كبشة مرقة كده وتغطي عليه. هنا ما شاء الله كانت الوزة استوت وبقت زي الفل. نشيل بقى الخيط ما تنسيش علشان ما ينفعش نقدمها وهي متخيطة بالشكل ده. وهديها دهنة بسيطة من السمنة واحطها تحت الشواية او تحمريها في الطاسة زي ما تحبي. نكلفت رجلها بقى كده ونظبطها علشان خاطر شكلها يكون يفتح النفس. رشة خضرة حواليها، وهعمل لها وردة صغيرة كده بقشرة طماطماية. وبكده نكون عملنا ألذ وز بجد يا جماعة، بألف هنا وشفا للي أكل. شايفين الجمال، حاجة كده تفتح النفس صحيح. تعالوا بقى كده نشوف الرقاق بعد ما سيبناه متغطي شويه. بجد تحفه. الحلو فيه بقى ان هو مقرمش من بره ومقرمش يعني من فوق ومن تحت وطري من جوه، وبصراحه تحفه. تعالوا بقى كده بص كده القي نظره على المحشي بتاعنا، شوف عامل ازاي، شايفه الجمال واللون عامل ازاي، إيه القمر ده. اكلنا النهارده يا جماعه يستاهل انك تدعميني، تحطي لي لايك وكمان تقولي رايك في الكومنتات، واستنانا في حلقه جايه ان شاء الله، ومع السلامه.